السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا النهارده عملت لوبيا ورز وفراخ. قلنا بقى ايه نغير شويه. فانا رحت جايبه ايه، كان عندي نص كيلو لوبيا. المهم رحت ما عملتش منها اللي هيجي ربع كيلو بس كفايه، ان اللوبيا بتبقى حاميه شويه. وعملت جنبي منها فراخ، وعملت جنبي منها، معلش اوعوا تضحكوا عليا تقولوا ايه الاسود دوت، الشهرية اتحرقت مني هرميها؟ طبعا لا، مش هرميها، خسارة. رحت عاملاها بشوربة، عملت الشهرية بشوربة وكده، وعملت اللوبيا وفراخ ورز. طبعا مخلل والحاجات دي عندي في البيت. بصوا الفراخ مستوية حلوة ازاي. يلا تعالوا كلوا معايا، انا جعانة اوي والله. اهو يا حبايبي، يلا تعالوا بقى اما اوريكم انا عملتها ازاي. وعلى فكرة في حتت ناقصة من الفيديو، لان الفيديو عندي الموبايل، طبعا انا قايله لكم كذا مره ان الموبايل بايظ. ففي حاجات كتير قوي ببص الاقي ما لقيتهاش، يعني ان كنت جايبه الحاجه قبل ما اسويها وكده، فقلت هوريها لكم، بس لقيتها ممسوح. طبعا انا قليت بصله، وحطيت عصير الطماطم. وبصوا انا كنت شايله بقى ايه حاجات كتيره كده، كنت بروق في الشقه، قلت اطبخ وانا بروق. وحطيت بقى حته سمنه في الحله التانية. قلت ايه اعمل الرز بالشعريه، بس انا مخففه الشعريه شويه، معلش ذوقي النهارده كان زي الزفت. اهو يا حبيبي، وبحط حبه زيت مع السمنه علشان خاطر الزيت بيدي مع الرز وبيخليه مفلفل وحلو. وحطيت التسبيكه بقى بتاعتي تسبك، حطيت لها طبعا فلفل اسمر، والحله التانية على النار حاطه فيها الشعريه، وفي حله تانية حطاها للفراخ جنبي منهم. حطيت حبه شعريه اهو تعمل الرز. ما كترتش الرز لان دي كنت عامله رز من يومين، فقعد كتير في الحله لحد النهارده ما رميته، رغم ما كنت مستحرماه. وبقيت اقول ربنا يسامحني عشان الرز اللي انا رميته. يعني انا عندي من نوع العيال الاكل لو بات مستحيل يجروا ياكلوه. حاطه شعريتي اهي على النار، وحاطه التسبيكه بتاعتي. التسبيكه دي بتبقى حاطه بصلايه، وحاطه فصين تومه هما اتنين، حطهم في التخديعه واقلبهم، وهسيبها بقى ايه تتسبك. وانا كنت سلقه اللوبيا، طبعا كلنا عارفين ان اللوبيا بتتسلق قبل ما نطبخها. السليق والحاجات دي كلها، معلش انا اسفه ان هو الموبايل بتاعي بايظ، انا متاسفه بجد. الشعريه اهي دخلت في التحمير، نزلت بالرز بتاعي. أنا النهارده بقى قعدت بقى كنت بنفض الشقه وكده، فقلت بالمره ايه اعمل حبه طبخ كده صغيرين وخلاص. عملت يعني كيلو الا ربع رز كده، ما رضيتش اكتر عشان حرام الحاجه اللي بتترمي، الحاجه بقت غاليه وحرام. التسبيكه بتاعتي هي قربت تتسبك، والفراخ طبعا مش ظاهره لكم وانا بسلقها. اهي شوربه الفراخ غليت اهي. حاطه طبعا حبهان ورق لوري، وحاطه فلفل اسمر وبصلايه، وقالب شوربه دجاج اهو يا حبايبي. اهو اللوري والحبهان وبصلايه وملح. الرز خلاص اهو، هحط له بقى الميه بتاعته
والإيدام بتاعه يعني. اهو خلاص هسيبه بقى يستوي. والتسبيكة بتاعتي قربت تستوي. اديني نزلت باللوبيا بتاعتي اللي انا كنت سلقاها. زودت بقى التسبيكة شوية مية واسيبها بقى تغلي معايا. طبعا كده كده اللوبيا مستوية، فهسيبها تاكل نفسها شوية، تشرب من التخديعة بتاعتها. اهو شوفوا يا حبايبي بقى اكل لما استوى. اللوبيا ورز شوربة شعرية، شوربة بالشعرية المحمرة، بس الشعرية كانت اتحرقت مني معلش، بس استخسرت ان انا ارميها. والفراخ اهي ورز، كانت فرخة صغيرة. اهو يا حبايبي بعد اكل ما خلص، ما تنسوش بقى ايه تعملوا لي لايك، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك، واللي ان كنت انا زعلت حد في كلامي او في اكلي او اي حاجة ابعتوا قولولي وانا مش هزعل بجد. بس يلا شجعوني عشان انا بفرح بيكم، وبفرح لما الاقي كومنت كده جالي، ببقى فرحانة جدا وببقى مبسوطة. يلا ربنا يبسطكم. هقول لكم ايه بس يلا اقول لكم مع الف سلامة وفي حفظ الله. سلام.